ما تكون الإجابة الطبيعية إنه مفيش مصادر، هو ده الوضع اللي موجود ولا الوضع ده يعني كمان في بعد سياسي؟ لا، هو طبعا في بعد سياسي، لازم يكون في بعد سياسي. احنا في مصادر، في أموال يعني قد تستخدم في غير أغراضها. كان في فساد سياسي كان بيستهلك جزء كبير جدا من موارد مصر. يعني وقت قبل الثوره، انا اسف انا بقول قبل الثوره، مش المفروض نحكي في تاريخ، لكن ده هنطلع منه للمستقبل. قبل الثوره كان المستثمر الاجنبي لما يجي عامل حسابه على فاتوره فساد. ده لما هيدخل يحط 100 مليون دولار عامل حسابه على 100 مليون دولار و50. ال 50 دي النهارده انتهت. فالمستثمر الاجنبي اللي داخل وعامل حسابه ان الاقتصاد المصري اقتصاد جيد وهيطلع كسبان، مش هيدفع فاتوره. انت متفائل؟ انا متفائل لابعد درجه. ازاي؟ انا متفائل لابعد درجه، لكن مع تحقيق الامن، مع تحقيق الاستقرار السياسي. عشان كده بقول لحضرتك هي كلها مفوته على بعضها، دايره مغلقه. دستور راقي محترم يحطنا مع الدول العظمى، انتخاب رئيس، انتخاب برلمان قوي، كل ده هيحطنا على السكه الصح. ومحاكمه سريعه، محاكمه سريعه، ده مفيش شك، ده مفيش شك. طب التشريعات الاقتصاديه يعني في كلام عليها، يعني عشان احنا بما اننا اتكلمنا عن الاستثمار ومساله جذب الاستثمار، كان من اكتر الكلام اللي بيتم انه التشريعات نفسها فيها خلل يمنع جذب الاستثمار لمصر. هو يعني انا شايف اكبر حاجه فيها خلل في الوقت الحالي هو المناخ السياسي والمناخ الاقتصادي. المناخ الاقتصادي اللي انا اتكلمت عليه اللي هو مشكله العلاقه ما بين اصحاب العمل والعمال، والمناخ السياسي ان احنا ما فيش استقرار. يعني احنا من ناحيه وما فيش استقرار، ومن ناحيه ثانيه احنا مش هنفرط في دم الشهداء وهنفرط في حق المصريين اللي راح. فبالتالي هو ده يعني عنق الزجاجه في الوقت الحالي. لازم في اسرع وقت تتم المحاكمات العادله بشفافيه عشان نخلص بقى من القصه دي. لازم الامن يرجع، لازم يبقى عندنا رؤيه واضحه ما بين جميع القوى السياسيه تحت قياده موحده لخطه طريق على المدى البعيد. احنا دايما بنبص خطوه او خطوتين قدام وبنقعد نخبط في بعض، والاحزاب الجديده بتضطر تجري بسرعه تحت ضغوط مش ملاحقه وخايفه ان هي تتهمش في وضع الدستور. مش لحد دلوقتي مش واضح مين اللي هيحط الدستور واللجنه السياسيه بشكل عام ازاي برؤيه اقتصاديه واحده اذا كنا احنا كاحزاب وكجماعات يعني اقتصاديه مختلفين في الرؤى. قد ترى انت انه النموذج الاشتراكي مثلا وتحقيق العداله الاجتماعيه هو الانسب في هذا التوقيت، وقد يرى اخرون انه الليبراليه والراسماليه هي الحل، وفريق ثالث يقول لا، المزج بين الاثنين. ده الطبيعي. ده الطبيعي. العداله الاجتماعيه ما لهاش علاقه بالاشتراكي. تمام. بس هي نقطه. العداله الاجتماعيه موجوده في كل الانظمه بما في ذلك يعني اكبر الراسماليات. دي مساله ما فيهاش كلام. هو الطريق الثالث، خلينا نقول الطريق الثالث، وهسيب نور يعلق عليها. الطريق الثالث بس عشان اوضح النقطه دي، احنا مش بنتكلم على اشتراكيه محضه، لان الاشتراكيه سقطت سنه 90 بسقوط جدار برلين ومش هتتكرر تاني. وفي نفس الوقت مش اقتصاد منفلت، مش اقتصاد سوق منفلت بلا ضوابط زي اللي كان، زي الليبراليه المطلقه. فاحنا بنقول الطريق الثالث، راسماليه متوحشه. راسماليه متوحشه، مش عايزين هذا الكلام، لا عايزين هذا الكلام ولا عايزين انغلاق مطبق. فاحنا بنقول الطريق الثالث، تحقيق عداله ايه اجتماعيه. النماذج اللي موجوده من الطريق الثالث عشان المواطن والمشاهد يقدر يفهم؟ برازيل نموذج ناجح. ممكن تشرحوا لنا بعناوين جذابه؟ والله هقول لحضرتك حاجه، يعني انا هسيب الحكايه دي للنور، متهيألي اكتر مني في الموضوع ده. اتفضل. برضو ارجع للنقطه اللي انا اتكلمت فيها قبل كده. البرازيل مشيت في اتجاه ديمقراطي اجتماعي، مشيت في اتجاه وسط يساري، اللي هي من ناحيه اقتصاد سوق حر في ظل تشجيع وتقويه وتحفيز العمال واصحاب الشأن بالنسبه للعداله الاجتماعيه. ده بيخلق المعادله السليمه ما بين أصحاب الأعمال والعمال، وفي الآخر ده بيخلق النسيج الآمن للاستثمار ولتقوية النمو الاقتصادي. والحال ايه بالنسبه للفلاحين اللي بيشكلوا قطاع عريض من مصر؟ نفس الكلام بالظبط. هي انا لما بقول عمال انا بتكلم على محدود الدخل او بصفه عامه، هي نفس الفكره. لازم يجب وجود اتحاد ونقابات. من المرتبه كام للمرتبه كام؟ يعني وضعها ايه في الاقتصاد العالمي دلوقتي؟ البرازيل بتالي قدامها سنين قليله وتخش الجي 8 على ما اعتقد. يعني هي تعتبر من اقوى الدول الاقتصاديه في الوقت الحالي، وبتنمو بطريقه وتجربة نقل السلطة السياسية كمان اللي عملها لولا دا سيلفا يعني بتقول ان التجربة الديمقراطية موجودة. خلينا نبص ممكن على نماذج تانية. خلينا نبص على اوروبا مثلا، نشوف المانيا والنمسا بعد الحرب العالمية الثانية. خلينا نشوف ايه دور
العلاقه ما بين اصحاب العمل والعمال في تفعيل اللي هم بيسموه الاعجاز الاقتصادي. في سنين قليله جدا اصبحوا من اقوى دول تصدير في العالم. جميل. وهي دي الموازنه السليمه اللي هي مش احنا مش هنعرف نفعلها غير عن طريق المشاركه طيب. لجميع الطوائف. في نقطة بتشغل كل الرأي العام المصري، لأنه أي كلام عن تطوير الاقتصاد المصري بيعني إعادة هيكلة العمالة، وعلى رأسها العمالة في الجهاز الحكومي. وده معناه أن الناس خايفة من تسريح أو معاش مبكر في قطاعات كبيرة، لأنها كانت يعني بتخضع وفقا للمنظومة السابقة. يعني مثلا اتحاد الإذاعة والتلفزيون عدد العاملين فيه 43,000، وفي قطاعات على شاكلته كثيرة دون الاهتمام بكفاءة العاملين. الخطط اللي حضراتكم بتطرحوها هتتعامل ازاي مع جهاز حكومي وصف من النظام السابق بأنه جهاز مترهل؟ هنعمل ايه في العماله الكتير دي بقى، لان دي اكتر حاجه تشغلهم هم. يعني اذا كان استاذ نور بيتكلم طول الوقت عن انه احنا نتطور لما العلاقه تكون ايجابيه بين الاطراف، طيب في طرف قلقان وايده على قلبه لانه ممكن يبقى مش ضمن منظومه العمل. لا، هو الدراسه العلميه للموضوع هي اللي هتحكم رؤيتنا. بمعنى النهارده في كفاءات في بعض اجهزه الدوله. هذه الكفاءات لابد من الاحتفاظ بها بدون كلام. أنا بتكلم عن أجهزة الدولة فقط. وفي من ضمن أجهزة الدولة أيضا مجموعة أخرى من الكوادر بتحتاج إعادة تأهيل وتدريب علشان ترقى للمستوى المطلوب لأداء العمل. احنا النهاردة مش بنقول إنه نتخلص من عمالة، استغفر الله، مش هيحصل. ورؤيتنا احنا إعادة تأهيل وتدريب الكوادر الموجودة بما يتناسب مع طبيعة عملها وبما يحقق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة. فالنهاردة أنا بحط عبء أيضا على موضوع العدالة الاجتماعية، وهو التدريب المطلوب لرفع كفاءة العاملين. محتاج ميزانية لوحده ده كمان، مما لا شك فيه. ما أنا عشان كده بقول لحضرتك هي مسألة الدعم. أنا ماسك في موضوع الدعم، محتاجين إعادة توزيعه. هو مهاتير محمد قال في المؤتمر الاقتصادي إن هو 25% من الموازنة بتروح للتعليم. طبعا. احنا عندنا كام 2% على ما اعتقد؟ لا، حاجه احنا عندنا كام بقى دلوقتي؟ على ما اعتقد 2.5%. اقل من 3%. فاحنا مساله العماله بالفعل، العماله لابد من استخدامها بشكل امثل. علشان استخدمها بشكل امثل لابد ادربها بشكل امثل عشان احقق اعلى كفاءه انتاجيه ممكنه منها. انما ان انا اقول انه زي ما كان بيقولوا لنا لا ده انتوا كتير، لا ده انتوا العدد مش عارف ايه، ده انتوا البتاع، كلام كبير بيتقال بدون لا بنراعي الجانب السياسي والاجتماعي فيه، ولا بنراعي ربنا حتى. يعني ما بنقولش الحق. فدي المسألة. وحتى في سياق الحديث عن التعليم، احنا البحث العلمي ده مش موجود عندنا. مفيش غير جامعة واحدة في مصر هي كان فعلا لحد قريب فيها بحث علمي على أعلى مستوى، وهي جامعة النيل، وبيقفلوها. يعني كمان. انا برضو عايز يعني استغل الفرصه احنا نتكلم عن الموضوع ده. انا بقول حرام عليكم اللي بيحصل في جامعه النيل. يعني لا الطلبه ولا الكوادر الاساتذه اللي جايين من كل حته في العالم مصريين جايين علشان يعملوا حاجه كويسه في مصر، وعملوا على ما اعتقد اكتر من 40 بحث علمي. انا مش في جامعه النيل، بس انا دي الارقام اللي انا قريتها، ان هي بسبب يعني مشاكل كانت موجوده هم ما لهمش اي علاقه بيها ان احنا نيجي نقفل الجامعه دلوقتي. يعني بلاش نتعامل احنا لازم نحط تركيز قوي على البحث العلمي وعلى الشراكه ما بين الشركات الخاصه والجامعات في تفعيل الابتكارات والابحاث. يعني بتمنى انه اللي بنقوله لو في حاجات ايجابيه، يعني بشكل عام فكره المشاركه والحوار، يعني احنا بنقوم بدورنا في تحمل المسؤوليه، وعلى باقي الاطراف انها تسمعنا وتشوف ما هو يعني المفيد اللي ممكن يبقى في تغيير المرحله اللي احنا بنعيشها. يعني انا بشكر الاستاذ نور شوقي احد المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الاخير، بشكر استاذ رائد سلامه عضو لجنه الاقتصاد في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.